في مشهد غريب جدا بولاية كارولينا الشمالية موجود مقبرة قديمة ومتصدعة من عوامل الزمن والجو. المقبرة دي عليها صورة من المعدن مليانة بالصدى محطوطة فوق المقبرة، والصورة دي منقوش عليها ايدين ماسكين في بعض، وتحت الصورة مكتوب اسم جورج دينيز. ده الراجل اللي ساب حبيبته يوم زفافهم، والراجل ده كان ليه قصة شهيرة قوي في الوقت ده. لو عايزين تعرفوها خليكم معايا لنهاية الفيديو ويلا بينا نبتدي. في سنة 1856 كان في بنت عندها 17 سنة اسمها راشيل، حبت واحد اسمه جورج دينيز وكان أكبر منها بحوالي 8 سنين، واتفقوا هما الاتنين على الجواز. لما جه ميعاد زفافهم لبست راشيل فستانها الأبيض الأنيق، وكانت مبسوطة وفرحانة جدا إنها أخيرا هتتجوز من الراجل اللي حبته واللي كانت بتتمناه. ولكن للأسف الشديد جورج ما كانش بيبادل راشيل نفس الشعور ده، فكان كل يوم مع بنت شكل. حتى في يوم زفافهم اكتشفت راشيل إنه كان بيقضي يومه مع واحدة موعدها في أوضة نومه، وساب راشيل وحيدة في يوم زفافهم من غير ما يهتم. ولكن الغريب بقى، بالرغم من تصرفات جورج الطايشة وعدم تقديره وحبه لراشيل، فضلت راشيل تحبه ومتمسكة بيه جدا، وقالت له كمان إنها لسه عايزة تتجوزه. ولكن جورج ما كانش حاسس بحبها ليه، ولا كان حاسس بالألم اللي كانت حاسة بيه راشيل. ولما جورج زهق من مطاردة راشيل ليه طردها من بيته بكل قسوة، وانكسر قلب راشيل وحست إنها لا يمكن إنها هتحب حد تاني غيره أبدا. بعدها حزنت راشيل جدا ودخلت في دوامة من الحزن والاكتئاب. وفي خلال أسابيع وبسبب حزن راشيل على اللي حصل من جورج مرضت مرض شديد جدا وتحول لحمى ما قدرش جسمها إنه يتحملها. وقبل موتها بأيام طلبت إنها تشوف جورج، وفعلا جالها وطلبت منه إنه يقرب منها وهي مريضة على سرها، وقالت له: أنا أدرك إنك لا يمكن أن تكون لي في هذا العالم، ولكني سأخذك حتما في العالم الآخر. وفي تاني يوم ماتت راشيل واتدفنت في مقبرة صغيرة بولاية كارولينا الشمالية. حاول بعدها جورج إنه ينساها ويكمل حياته بشكل طبيعي. وبعد سنة من موت راشيل كان جورج بيحتفل بحفلة عيد ميلاده في بيته، وشرب كتير لحد ما سكر جدا، فخرج من بيته وهو في حالة سكر شديدة. وفضل يتمشى جورج في الشوارع لحد ما راح للمقبرة اللي اتدفنت فيها راشيل. وفجأة شاف جورج ضباب غريب جاي من ناحية مقبرة راشيل، وفجأة اتشكل الضباب ده على شكل وش راشيل. اترعب جورج من اللي شايفه، وبدأ شبح راشيل يقرب من جورج لحد ما وصله ومسك ايده، وكانت ايده باردة جدا برودة الموت. وفي لحظة اختفى شبح راشيل، وبعدها تم العثور على جورج وهو بيتمشى في شوارع مدينته من غير هدف محدد، ولا حد عارف هو رايح فين ولا جاي منين. والناس بدأت تستغربه جدا، وكان باين عليه حالة من الذهول غريبة جدا. أما إيده اليمين واللي مسكها شبح راشيل كانت متصلبة على وضعية معينة. ومن الوقت ده فضل جورج يحس بألم شديد في إيده دي، وخلال أيام اتشلت إيده تماما ومبقتش تتحرك. والغريب بقى إن جورج ما اتجوزش أبدا أي واحدة في حياته بعد راشيل، وقضى بقية حياته وحيد. ولما مات جورج اتدفن في نفس مقبرة راشيل، وده تنفيذا لوصيته اللي كتبها قبل ما يموت، واللي أوصى فيها إنه يتم وضع صورة تمثال لإيدين ماسكين في بعض ويتنقش تحتها اسمه. ودي فعلا قصة حقيقية حصلت بالفعل، وفعلا جورج لحق براشيل في العالم الآخر زي ما تمنت في حياتها. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.